رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، فيديو كلكم سالتوهولي كل الاسئله، جمعت فيه كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي علشان اعملها لكم. الفيديو هحاول ان انا ارد على اكبر قدر منها. وعايزه اقول لكم ان دلوقتي القناه هينزل عليها فيديوهين في اليوم لمده 4 أو 5 ايام علشان العيد قرب. كل سنه وانتم طيبين. فحبيت انزل لكم الفيديو في الوقت ده علشان اللي ما لحقش يلحق واللي ما ذاكرش يذاكر، وهحاول افيدكم بقدر المستطاع. بتجيلي اسئله كتير على الانستجرام: ياسمين امتى احل شوامل؟ ياسمين اخلص المنهج امتى؟ هل لو انا خلصت دلوقتي انا كده تمام، او لو ما خلصتوش انا كده متاخر؟ ازاي احل شوامل؟ هل لو انا جيت احل هلاقي نفسي فاكره؟ طب انا لو المدرس بتاعي متاخر اعمل ايه؟ كل الاسئله دي بتتسال لي على الانستجرام، فابتدي ارد عليها كده نقطه نقطه وهبقى معاكم. فيلا بينا نكمل الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، تحطوا لايك جميل زيكم، تعملوا شير الفيديو عشان يوصل لكل الناس. ده على خير كفاعله. مش اول حاجه هقولها لك ان انت لازم تبقى بتحل او بتراجع مع نفسك قبل المدرس بتاعك ما يخلص. يعني اغلب المدرسين لما بييجوا يخلصوا مناهج بيخلصوا المناهج قبل الامتحان باسبوعين، بشهر، بحاجه كده بسيطه، اللي هم بيراجعوا. فتلاقي نفسك ايه ده، ايه الوقت ده؟ فمفيش وقت. فانت حاول ان انت تبدا من دلوقتي تلم مع نفسك وتحاول تخلص المنهج بقدر المستطاع علشان تبتدي تحل شوامل. طيب انا لو لسه مخلصتش المنهج اعمل ايه؟ تعمل جدول مراجعه ليك بسيط لذيذ سهل كده وتلم بيه المنهج علشان تلحق تخلص. طيب طب لو انا مش عارف اذاكر، تعمل جدول كده بسيط صغنن هيساعدك كتير. حل الشوامل هيفرق كتير جدا 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 معاكم. هيساعدك ان انت تبقى متميز عن كل اصحابك، هيخليك تحل كتير، تشوف اسئله كتير، تعرف تجيب السؤال كده وهو طاير من قدامك. فحل الشوامل بيفرق. انت عايزه اقول لك انت لو خلصت حل شوامل ومذاكره مع نفسك قبل ما المدرسين يخلصوا، حتى لو فرق 10 ايام بس، فانت كده عامل انجاز. 10 ايام لو خدت كل يوم امتحان شامل، انت حليت 10 امتحانات، فانت عندك فكره اكتر، شفت الاسئله بشكل اوسع، فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا. فحلوا شوامل كتير، ذاكروا كتير، تسبقوا المدرسين. حاولوا ان انتوا ما تعتمدوش على المدرسين في موضوع المراجعه قوي، ان انتوا تراجعوا مع نفسكم. طبعا انا ما بقولكوش ان المدرسين ما لهمش لازمه، لا، المدرسين على عيني وعلى راسي، المدرسين مراجعتهم بتفرق طبعا، بس الفكره ان احنا نبدا بدري عشان نخلص بدري، عشان لما تيجي فتره المراجعه تلاقي نفسك مرتاح نفسيا، بتعرف تحل الاسئله اللي انت شفتها قبل كده. ان وقت حل الشوامل ده، الوقت ده وقت جوهري. الوقت ده الساعه فيه ب10 ايام من زمان، الساعه فيه حرفيا بتفرق، الدرجه الواحده بتفرق. طبعا لازم انت هتراجع درجاتك، تشوف ايه اللي انت واقع فيه، ايه اللي بينقصك، وتحاول تظبطه، تكتبه في ستيكي نوت كده السؤال اللي بيوقعك او الجزء ده اللي بيوقعك، وتحاول تظبطه. طب هظبطه ازاي؟ هتجيب الشرح بتاع الفيديوهات القديمه لاي مدرس، فيديوهات مراجعه، مش شرح كامل، فيديوهات مراجعه. فيديو بيبقى ساعتين 3 كده، بتجيبوا النقطه اللي انتوا واقعين فيها وبتسمعوها مره واثنين وثلاثه، بتلاقوا نفسكم بقيتوا كويسين جدا ولميتوا الدنيا. خلاص انا لميتها وتمام، ابتدي احل عليها تاني وتالت وعاشر لحد لما تتظبط معايا. طيب انا الجزئيه دي مش فاهماها، يبقى اقول للمدرس اللي انا باخد معاه انا مش فاهمه الجزئيه دي فاشرحها لي تاني. فهي دي فائده المراجعه، ان انت لو مش فاهم المراجعه نجيب ايه؟ كتب مراجعه. كتب المراجعه انا كنت اتكلمت عنها قبل كده، ولو انتوا عايزين بارت 2 منها اكتبوا لي في الكومنتس تحت، هعمل لكم بارت 2 من كتب المراجعه، وايه الكتب اللي تجيبوها وايه الكتب اللي مش هتفيدكم قوي وكل الحاجات دي. بس طبعا زي ما قلت لكم لازم تبقى انتوا لامين المنهج عشان تشتغلوا على طول. جو ان انتوا المنهج ده هيبقى واقع منكم ومش عارفين تلموه، لا مش ظابط معانا، لا مش عارفه ايه، ده مش هينفع. لازم تلموا المنهج، لازم 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 تلموا المنهج. تمام؟ في امتى احل شوامل؟ امتى ابتدي ان انا احل؟ تحل شوامل امتى؟ تحل شوامل لما تخلص مراجعه. فتره المراجعه دي انت بتراجع على الباب او على الدرس وتحل عليه الاسئله اللي بتبقى في ظهر الكتاب. خلصت كله ولميت الدنيا تمام والدنيا بقت معايا بيرفكت، خلاص تمام، ابتدي بقى احل شوامل من كتب المراجعه. طبعا انا هقول لكم عليها في بارت 2 من الفيديو ده، خلاص انا خلصت المراجعه، ابتدي بقى احل الشوامل. اجيب كده الامتحانات كلها، امتحانات السنين السابقه. عايزه اقول لكم ان امتحانات السنين السابقه دي بتفرق جامد جدا جدا جدا، ان انت تشوف اللي جالك في السنين اللي فاتت اللي الطلبه ما عرفوش يعملوه. كل الحاجات دي بتفرق جامد جدا 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 جدا، فما تفوتوهاش وما تضيعوش نفسكم، الحاجات دي مهمه. حاجه بقى هقول لكم عليها، ودي كانت غلطه انا كنت بعملها فهقول لكم ما تعملوهاش، اللي هي ان انا لما كنت باخد جديد، لو انا براجع كنت باخد جديد، كنت بعمل الجديد واقول انا كده كده براجع فهوصله. ده غلط جدا، ما تهملوش الجديد. الجديد ده هو الاساس اللي انت بتبقى واقف عليه، علشان الجزء اللي واقع منك لما تيجي توصل للجديد اللي انت وقفت عنده تاني انت فاهم. ما تذاكرش كتير، ما تتعبش كتير، بتبقى واخد جزء معين. فالجديد اللي تجيبوه تذاكروه اول باول، تحلوا عليه اول باول. لو حاجه مش فاهمينها تقولوا للمدرس في ساعتها، عشان لما هيتركن اكيد هتنسوا. ما هو اكيد حاجه واخدها من 6 7 شهور مش هفتكرها دلوقتي، بس هفتكرها لو انا حليت في ساعتها وركزت معاها، وهفتكرها لو انا رجعتها مره واتنين وبقت تمام معايا. فهي دي اللي بتفرق. اخر حاجه بقى هقولها لكم فيديو النهارده، هو فيديو صغنون كده وبسيط، لان انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديوهات، عايزه الفيديو يبقى صغير عشان تسمعوه وتروحوا تكملوا مذاكره. الابواب اللي واقعه منكم، زي مثلا انت واقع منك في الفيزياء بابين، في الكيمياء باب، الابواب اللي واقعه منكم دي بتكتبوها وبتيجوا كده بترتبوها على مدار الاسبوع، تحاولوا تلموها. زي ما قلت لكم هتسمعوا فيديوهات المراجعه لاي مدرس، فيديوهات السنين اللي فاتت عادي، المنهج كده كده هو ما اتغيرش، فتسمعوا فيديوهات السنين السابقه عادي جدا.
وهتحلوا عليها بعد ما تخلصوا. خلاص خلصنا وتمام، انهم جايبين امتحانات شامله من اي مكتبه. لو قلت لهم عايز امتحانات ثانويه عامه السنين اللي فاتت هتلاقوا امتحانات كتير جدا جدا جدا. فهتحلوا عليها وتشتغلوا، هتلاقوا الدنيا اتلمت معاكم، وهتلاقوا نفسكم انتوا لما بتحلوا صح ومفيش اسئله كتير واقفه معاكم، انتوا نفسكم بتفرحوا وبتكملوا. فربنا معاكم، وان شاء الله هنزل لكم نوعيه من الفيديوهات دي كتير. وبس كده، استنوا الفيديوهات الجايه عشان هتعجبكم جدا جدا جدا. وبس كده، اسيبكم في رعايه الله. باي باي. جمعت فيه كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي علشان اعملها لكم. القناه هينزل عليها فيديوهين في اليوم لمده 4 أو 5 ايام. ياسمين امتى احل شوامل؟ ياسمين اخلص المنهج امتى؟ هل لو انا خلصت دلوقتي انا كده تمام، او لو ما خلصتوش انا كده متاخر؟ ازاي احل شوامل؟ هل لو انا جيت احل هلاقي نفسي فاكره؟ متنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، تحطوا لايك جميل زيكم، تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ده على الخير كفاعل. تراجع مع نفسك قبل المدرس بتاعك ما يخلص. يعني اغلب المدرسين لما بيجوا يخلصوا مناهج بيخلصوا المناهج قبل الامتحان باسبوعين، بشهر.